السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، وصفه ديال صابلي اللي جد رائعه. قلت غنشارك معكم صابلي ديال العمره وشكيلات اللي هما زوينين واكيد البنانين بزاف، بطريقه اللي سهله وكل نصائح المبتدئات. بقاو معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بسم الله. اول حاجه هنا غادي نبداو بالعجينه ديال صابلي اللي غادي نحتاجو فيها 250 غرام ديال الزبده او ربعه، جوج بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيدة وكاس ديال السكر كلاصي، وعندي هنايا النكهة ديال النطا والنكهة ديال البسكوي وقبيصة ديال الملحة. بالنسبة للسكر سنيدة كندير ليها الحبيبات اللي كيكونوا رقاقين بزاف، وإلا ما كانش عندكم الحبيبات رقاقين بزاف غادي طحنوها واحد شي شوية، غير واحد الدورة هكا باش كيجيكم صابلي مقرمش. إلا كنتو بغيتو صابلي يكون هشيش ديرو غير سكر سنيد، غير سكر عفوا سكر كلاصي جوج كيسان. كما لاحظتوا هنايا عندي الزبدة، قبيصة ديال الملحة في القصرية، وكذلك ضفت ليهم سكر سنيدة وكذلك حتى سكر كلاصي وكاس ديال الزيت. هاد الكيسان هادو اللي كتشوفوا معايا راه بالعبار ديال الكاس ديال العنبة، الكاس الكبير. غادي نخلط مزيان مزيان هاد المكونات حتى كيتجانسوا، ضروري انهم يدخلوا في بعضياتهم خصوصا الزيت، لان الا خليتو ما خلطتوش هنا في هاد المرحله هادي مزيان، راه ملي غادي ديروا صابلي في الفران يطيب غادي يبقى يطلق لكم الزيت وما غيجيش الشكل ديالو زوين. من بعد هنا ملي خلطت مزيان الزبده مع الزيت والسكر كلاصي وكذلك السكر ديال سنيده، كنضيف هنايا جوج بيضات وغادي نخلطهم مزيان. في البدايه راه غادي يبان لكم الشكل ديالو فحال بدا كيخسر، ولكن لا، غير خلطوه مزيان حتى غادي يتجانسوا المكونات. وضفت كذلك راس ديال المعلقة ديال النكهة ديال النطا، وكذلك راس معلقة ديال النكهة ديال البسكوي اللي كتبقى اختيارية، ممكن أنكم تعوضوه غير بسكر الفاني. هنا كما كتشوفوا معايا كنبقى نضيف الدقيق غير شويه بشويه، وما ما كنعلكش. واخا تشوفوني يعني مزربه الفيديو، راه غير كنضيف شويه بشويه وكندخل الطحين بلا ما نعلك، كنخدم غير صبعاني. هنا هذا هو الشكل ديال العجينه ديال صابلي كما شفتوا معايا، كتكون ما كتلصقش في اليدين، وكذلك ما غاديش نخليوها قاصحه بزاف باش ما تبقاش تفرست ليكم. هنايا كندلكها ما بين جوج بلاستيك عفوا. صافي انا درتها هنايا رقيقه لانني غادي نلصق وحده مع وحده. الا كنتو نتوما غادي ديروه يعني السمك ديالو كيكون شويه غليظ، غادي تدلكوه غير شويه، ما تخليوهش رقيق بزاف الا كنتو غادي ديروه غير على وحده. انا هنا حيت غادي نلصق وحده مع وحده ضروري انني كنديرو رقيق، درت داك الشكل الاول. وهذا الشكل الثاني الدائري سامبل ما فيهش سينات من الجناب، وغادي نحتاج كذلك هذا الشكل هذا المربع. صافي كما لاحظتوا معايا هنايا راه نقطعهم بالقطاعات، ما كنحركوش القطاعات، يعني غير كنضغطوا صافي، ما نحركوهمش باش ما يديفورماو لكمش الشكيلات ديال صابلي ديالكم ملي غادي تخرجوه من الفران. هنا من بعد ما غادي ندخل صابلي ديالي للفران على نار اللي كتكون ناقصه بزاف، غادي نوجد هنايا لي موتيف ديال الشكلاط. هنا غادي ديال عندي هنا ديال ارابيسك اللي مكتوبه فيه عمره مباركه. هاد الطريقه هذه سبق لي ودرتها معاكم يعني في ارابيسك مدور العادي، ولكن قلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم خصوصا المبتدئات. انا كندير واحد الكميه ديال الشكلاط الابيض، ممكن انكم تسبقوا الشكلاط الابيض هو الاول. انا درت هنايا الاسود هو الاول، وعاد غادي نضيف من بعد الابيض. كما شفتوا هنا كندخل مزيان مزيان داك الشكلاط الاسود في الاول حتى كيدخل ليا في دوك الحروف ديال عمره مباركه، وداك الشكل كياخذ لي الشكل مزيان، وكنبقى نقيه مزيان حتى ما كيبقاو لياش الشكلاط في الجوانب. ضروري أنه يكون لكم نقي، كيكون الشكلاط غير في دوك الحفيرات اللي كيكون مكتوب فيهم والشكل ديال العمرة. هانتوما كتشوفوا يعني الفيديو راه موضح كلشي. صافي وهنا غادي نقيه مزيان. الطريقة صراحة راه ساهلة، راه ما كتقبضش شي وقت طويل، دغيا دغيا كنقادوه. غير ضروري أنه يكون نقي. إلا كان ليكم هكا في الجوانب إلا كنتو ما نقيتوش مزيان تجيبوا واحد ورق ديال المطبخ ومسحوه مزيان. صافي هنا كنضيف القطعة الثانية ديال المول. صافي وغادي نجيب هنايا الشكلاط الابيض اللي كنكونوا مذوبينه على حمام مريم، ضروري اننا كنديروا ليه حمام مريم باش ما يتحرق لكم الشكلاط ديالكم. وكنضيف هنايا الشكلاط الابيض بهذه الطريقه هذه. صافي وكنخبط غير داك علاش دايره اما بلاطو، اما انا درت هنا غير القراده ديال الربيع باش كياخد الشكل مزيان ديال المول ديال الارابيسك. ضروري هاد المول ديروه على اما القرادة الربيع اما بلاطو اما اي حاجه، لان الا بغيتو تهزوه من بعد راه غادي ديفورمو لكم داك الشكل. ضروري ديروه على شي حاجه بحال البلاطو كما قلت لكم ولا قراده. هنا كناخذ موتيف الاخر ديال الشكل مربع، هذا غير لي موتيف العاديين
ماشي الأرابيسك. هاد الطريقة راه ساهلة، كندير فيه غادي نحتاج فيه شكلاط أبيض. صافي أنا هادو ملي كنكون الصابلي كيطيب كنوجدهم على تيساع باش كيكون عندي واجدين، وكنخليهم في التلاجة في واحد السوبيرة وكنسد عليهم. هنا بالنسبة للكريمة اللي غادي ندير في الشكل الثالث، كناخد هنايا قطع ديال الشكلاط أبيض، هنا كما شفتو معايا راه 6 ديال القطع، ذوبته وضفت ليه واحد المعلقة صغيرة ديال الناباج عامرة مزيان، وكذلك النكهة ديال البرتقال أو الليمون كيعطيه واحد المذاق رائع، ممكن أنكم تعوضوها بأي نكهة. صافي وكنبقى نخلط مزيان، راه في البداية راه كيبقى يطلق ليكم الزيت، ما تحيدوهش البنات ديال الشكلاط، ضروري أنكم تبقاو تحركوه حتى كتحصلوا على هذا القوام كما كتشوفوا معايا هنا، كيجي قوام رائع وواحد على شكل كريمة. غادي نديروها في الوسط ديال صابلي. هنايا من بعد ما وجد ليا هذا ديال الموتيف ديال الشكلاط ديال الارابيسك كما لاحظتوا معايا هنا، راه كنبقى نوجدهم وكنديرهم في واحد السوبيره وكنسد عليهم وكنديرهم في الثلاجه باش ملي غادي نبدا الخدمه ديالي كتجيني ساهله، كيكون يعني كلشي واجد. صافي كما شفتوا راه كيتحيدوا بكل سهوله، راه مكيقبطوش شي وقت طويل، غير يعني الواحد غير ينظم الوقت ديالو وكلشي كيدوز هو هذاك. صافي هنا غادي نحيد هاد الشكل هذا كامل. ها غادي ندير الكميه كلها اللي غادي نحتاج في هاد الطلبيه هادي. كما كتشوفوا معايا الشكل ديالو زوين بزاف وكيجي نقي. صافي هنا من بعد ما طاب لي صابلي كما كتشوفوا اللون ديالو موحد وطيب مزيان، خليته كيطيب على خاطرو. اهم حاجه في الصابلي انه يطيب على خاطرو. كنقصوا عليه البوطه وكنخليوه. هنا بالنسبه للشكل المربع والشكل الاخر اللي غندير فيه ديال العمره مباركه، لصقت واحد مع واحد غادي بهاد لاصوص ديال الكراميل اللي سبق لي انني وجدتها معكم، كيجي تماما فحال الكراميل المركز المحلى اللي كيتباع في المحلات. أما بالنسبة لهاد الشكل هذا المدور العادي غادي نعمروه في الوسط بهاد الكريمة هذه ديال الشكلاط اللي سبق لي وجدتها معكم. يعني الطريقة اللي هي ساهلة، وكما قلت لكم ممكن ديروا أي نكهة بغيتوها، ممكن أنكم ديروا حتى نكهة فخومبواز كتجي بنينة بزاف. كما شفتوا هنا كندير هكا في الوسط، ونحاولوا أننا نديروا كمية شوية كتيرة باش تبان لكم فاش ديروها، فاش يعني تكون في العضة تبان لكم وتحسوا بديك الكريمة باينة. ماشي نديرو غير شي شوية بحال كندهنو بحال غنلصقو صابلية وحدة مع وحدة، لا غادي نديرو كريمة شي شوية زايدة باش تبان لينا في الصابلي. كما لاحظتوا معايا نكترو واحد شي شوية. صافي وغادي ندير فوق منها وحدة وغادي نستمر بنفس الطريقة، غير غادي نحاولوا هنا في هاد المرحلة كنبركو غير بشي شوية باش ما يتهرس ليكمش الصابلي ديالكم. وانتم كتشوفوا يعني الكريمة راه كتبان من الداخل، صراحة هاد الكريمة كتجي بنينة بزاف، لعشاق الليمون راه أكيد غادي يحماقوا عليها. كملت بنفس الطريقة حتى كملت الكمية كلها اللي عندي، وهنا غادي ندوز نقدم معكم شكل غنديرو فيه عمرة مباركة. هنا من بعد كما قلت لكم لصقت وحدة مع وحدة كلهم. صافي هنا كندهن الفوق، غادي نحاولوا اننا ندهنوه مزيان، غير ما نكتروش الكراميل بزاف باش ما يبقاش يخرج لكم مع الجناب، اولا باش ملي تبغيو ديروا اللوز ما يجيكمش داكشي ما زوينش في المنظر. صافي هنا كنحط موتيف ديال الشكلاط ديال عمرة مباركة. صافي والجوانب غادي ندير ليهم اللوز مهرمش اللي كنكونوا أسلقناه في السخنة وخليناه حتى نشف. صافي كنطحنو كنحمروه في الفران بهذا الشكل هذا. كنتحصلوا على اللوز اللي كيكون مهرمش. الصراحة كيجي أحسن من أننا نشريو، كيطيح اقتصادي على أننا نشريوه مهرمش من برا. صافي كما كتشوفوا معايا يعني دورت على جوانب اللوز، وكنحاولوا أننا كنقادوه مزيان باش كيجي الشكل ديالو والمنظر ديالو زوين. صافي وغادي نكمل بنفس الطريقة حتى غنكمل الكمية كلها اللي عندي، وغادي ندوزو للشكل الثالث. هنا غادي نعاود معكم واحدة أخرى بسرعة. بالنسبة للمبتدئات أنا سبق لي وجدت معكم يعني صاب لي عدة مرات، ولكن هاد الطلبية بغيت نشاركها معكم أول مرة غادي ندير معكم ديال العمرة مباركة، وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم، خصوصا المبتدئات اللي كيبغيو ياخدوا أفكار، والسيدات اللي كيخدموا يعني من المنزل ديالهم كيخدموا هكا الطلبيات. هنا بالنسبة للشكل الرابع كما قلت لكم سبق لي لصقت وحدة مع وحدة، كندير الموتيف ديال الشكلاط في الوسط بهذا الشكل هذا، والقناص غادي كندير ليهم اللوز مهرمش. صافي حنا كنبقاو نديرو اللوز وكنحاولوا اننا نقادوه مزيان باش كيجي الشكل ديالو زوين. غنستمر حتى غنكمل هاد الكميه كلها بهاد الطريقه هادي، وغادي ندوزو باش نعمروهم في الوسط. هنايا من بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي، كناخذ هنا واحد الكميه ديال اللوز مهرمش اللي كيكون محمر بنفس هذاك اللي درت ليهم في الجناب، هو اللي كندير ليه معلقه ديال الناباج، وكندير ليه راس معلقه ديال
النكهة ديال البيستاش، وكنحرك مزيان حتى كنتحصل على اللون والذوق اللي بغيت. صافي وكنعمر بهذا الشكل هذا في الوسط ديالهم. صراحة حتى هذا الشكل هذا كيجي زوين لا في المنظر ولا في المذاق. صافي كنعمر بهذا الشكل هذا حتى غادي نعمر الكمية كلها اللي عندي. صافي وهنا من بعد غادي نزينو بالورد البلدي، كيعطيه واحد المنظر زوين بزاف. وممكن انكم تعوضوه كذلك حتى بورق الذهب اللي بغيتو، يعني انا عطيتكم هنايا افكار وممكن ديروا نتوما اللي بغيتو. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي الصراحه رائع بزاف. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي كما كتشوفوا معايا هنايا. من بعد ما ساليت هذا الشكل هذا كامل غندوزو للشكل الثالث نكملوه الشكل اللي درنا فيه الكريمه ديال الليمون. هنايا من بعد ما ذوبت الشكلاط الكحل مزيان كنضيف ليه واحد 4 معالق صغيره ديال الكاكاو باش كيعطيه داك المذاق زوين وكينقص له حتى الحلاوه اللي فيه. صافي وكما شفتوا هنايا كندير كنحطو على 2 فرشيطات وكنعمرو بالشكلاط بهذا الشكل هذا. يعني راه الفيديو موضح كلشي. وكنحطو هنا في واحد البلاستيكه باش يسهل علينا من بعد نهزوه. صافي وغنكمل بنفس الطريقه حتى غنكمل الكميه كلها اللي عندي. ضروري اننا نخلطوه مزيان باش ما يبقاش هاز لينا كميه ديال الشكلاط بزاف. صافي وغادي نحطو. وهنايا في هذه المرحله هذه غير كنحسوا بها شدات شي شويه راسها كنحولوا الحلوه ديالنا باش ما يبقاش خارج لينا الشكلاط من الجوانب باش كيجينا الشكل ديالها مقاد. صافي وغنكملوا بنفس الطريقه، طريقه اللي هي ساهله. هنا من بعد ما كملت ونشف ليا هنايا الشكلاط، هنا غادي نزينو بهذا العقيق هذا اللي كيكون رقيق. صافي وهنايا الشكلاط درتو في واحد البلاستيك وكنديروه هكا على شكل خطوط. وغادي نزين هنايا بداك العقيق وكذلك بورق الذهب اللي ممكن كذلك حتى ورق الذهب تعوضوه بالورد البلدي. انا اختاريت هذا العقيق يكون في هذا اللون هذا، صراحه عطاه واحد الجماليه. والعقيق صراحه زوين ماشي من النوع اللي كيكون قاصح بزاف. صافي وهنا كنزين بالورق الذهب اللي قلت لكم ممكن انكم تعوضوه كذلك حتى بالورد البلدي كيعطي واحد المنظر زوين بزاف. صافي غنبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى غنكمل الكمية كلها اللي عندي في هذا الشكل هذا ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديال صابلي ديالنا. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال صابلي ديالنا ديال اليوم، يعني ديال الشكل ديال العمره وكذلك الشكل اللي بالشكلاط الاسود وكذلك بالشكل ديال اللي درنا فيه المذاق ديال البيستاش. صراحه واخا عجينه وحده ولكن راه المذاق مختلف وكل وحده كل شكل والمذاق ديالو. كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه. انا متاكده الا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه، غيولي معتمد عندكم. وكنقول لكم الى اللقاء والى فيديو جديد ان شاء الله.